بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكم أبو فارس ملابس الأوروبية. ده فيست كات محير، يمشي بناتي ويمشي ولادي. تكاد تكون تراه إن هو عادي، ولكنه هو مش عادي خالص. تعالى كده نستكشف مع بعض، عشان أنا دايما بقول إن الحاجات الأوروبي فيها تكات كده مش موجودة في أي حاجة تاني. خامات مختلفة. الناس دي بتصرف يا جماعة على القطعة، ومش بتفرق معاها إن هي تتكلف كام، ولكن اللي بيهمها إن هي تعمل حاجة تليق باللي هيلبسها. تعالى كده نستكشف نشوف إيه اللي فيه. أول حاجة بتفتح كده بتلاقي في الظهر ستارة. الستارة دي حراري، يعني هي قماشة كده تشوفها حراري. قماشة ناعمة خالص وطرية خالص، لكن هي حراري. في الداخل في الجيب اللي في الداخل في وصلة. الوصلة دي المفروض ان هي بتركب في الباور بانك، وبعد ما تركب في الباور بانك احنا يعني هنجرب بدل الباور بانك هنجرب الشاحن كده، عشان مش متاح دلوقتي باور بانك. سوري، بس هركب الوصلة كده. ركبناها خلاص اهي. بعد ما بتركب الوصلة دي في الشاحن اهوت، تمام، وكأن ده الباور بانك وانت حاطه في جيبك. هندوس على الزرار اللي هنا ده دوسة طويلة، دوسة كده ونفضل دايس. ايه اللي بيحصل؟ الزرار نور احمر بالفعل. الستارة تبتدي تسخن. تسخن مش لدرجة ان هي تلسع، ولكن تسخن لدرجة ان هي تدفي. ده طبعا الحاجات دي متصنعة لبلاد زي الاسكيمو، بلاد فيها درجة الحرارة تحت الصفر وفيها جليد وكلام من ده يعني. بس حبيت اشارك معاكم الحتة الحلوة دي خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.